الاشخاص بتحدد الاشياء عن طريق التعرف على الانماط. باختصار لو قلت لك بص على الصوره دي وقول لي شايف ايه، هتقول لي انك شايف نمط مكون من نقطتين متكررين 4 مرات، مش هتقول لي انها مكونه من 8 نقط مره واحده. وده بيدل ان عقلك بيكون الانماط عشان يقدر يرتب المعلومه بسهوله، وده معناه انك بتفسر المساحه السلبيه او الفراغ وجوده من عدمه على انه نمط. وعندنا حاجه بقى بنسميها النظريه الجينيه لفهم الاشياء. على مر السنين كان عندنا عديد من النظريات حوالين ازاي بنشوف الحاجات وبنفهمها، ولما بتشوف حاجه بتفضل تقارنها في الحاجات اللي في بنك الذاكره ده لحد ما تلاقي الشيء مطابق. انا عارف انك ما فهمتش يعني ايه قوي، بس عشان دي نظريه قديمه جدا، ولكن الابحاث دلوقتي بتشير انك بتفهم الاشياء الاساسيه في الحاجات اللي بتشوفها قدامك، وبتستخدم الاشكال الاساسيه واللي بتسمى الاشكال الهندسيه او الجيونات لتجسيد الحاجات. ويعتقد ان في 24 شكل اساسي بنقدر نتعرف عليهم علشان نشكل حجر الاساس لكل الحاجات اللي بنشوفها حوالينا، ودي بعض الاشكال منها وتطبيق عمل عليها كمان. هديك اختصار بسيط، ده معناه ان كل الاشكال اللي حوالينا بتتكون من اشكال هندسيه مصغره. اشتركي في القناه وفعلوا الجرس. انا محمد شكري من فريق سسبنس للتسويق.